انا اصلا حتى ما استاهلش ان انا ابوظ، ولا استاهل ان انا اكل اكل نفسي فيه، ولا استاهل ان انا اخرج. ولو هعمل كده بقى انا اصلا كل يوم بقى اتفرج على مسلسلات، اقعد في البيت واكل اكل كتير بقى زي ما انا، واكل كل اللي كان نفسي فيه، كل اللي انا كنت محروم منه، واكل بقى زي الخنزير قد كده. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده 24 اكتوبر، الخميس. فاضل 3 ايام على البطوله اللي مش هلعبها. يعني قدر الله مش هفعل. الحمد لله. انا هحكي لكم بقى، يعني انا عارف ان انا مقصر معاكم في الحته دي والله، ان انا لحد دلوقتي انا كل شويه باجي اقول لكم فاضل اسبوع على البطوله، فاضل شهر على البطوله، فاضل 3 ايام على البطوله. كل شويه اقول لكم، انزل لكم كده وناس كتير بلاقيها بتبعت لي ريبلاي ستوري، ناس كتير بتبعت لي مسجات، وناس كتير تقول لي، حتى بقى صحابي القريبين مني والله، يقول لي ايوه طب انت بتلعب ايه او بطوله ايه؟ والله العظيم انا ما كنتش بقول، عشان انا فعلا لحد من قريب، لحد من اسبوع مثلا ما كنتش عارف العب ايه. كان اي حد يجي يقول لي انت بتحضر، والله العظيم ويشهد على كده كل صحابي القريبين مني، حتى اهلي يعني. كان انا كنت محطوط في ستريس رهيب قوي التحضيره دي. يعني غير الدايت والتمرين والكارديو العادي جدا، والصرف والتعب والمجهود وكل السيناريوهات اللي كل اي حد، اي بطل يعني او اي حد بيلعب بطولات عارفها. لا انا زياده على ده، كنت محطوط في ستريس او ضغط نفسي رهيب قوي في ان انا يعني في حاجه اللي هو اي حد بيحضر بطوله، او انت لما تبدا تحضر بطوله او عندك هدف كمان حتى معين في حياتك، وتعبان قوي او خلاص جبت اخرك، وحاسس ان انت هتموت وتستسلم او ايا كان، بتيجي تهون على نفسك في دماغك كده، تقول خير، بس انا يوم كذا هخلص، او يوم كذا ان شاء الله هانت، او خلاص فاضل كذا على البطوله، فاضل ايام معينه على البطوله، فاضل 10 ايام على البطوله وان شاء الله هبدا اكل، وان شاء الله هبدا اركز في شغلي، وان شاء الله هبدا اخرج مع اصحابي عادي، وان شاء الله هبقى حر اكتر، وان شاء الله هكسب واتبسط. انا كنت محطوط في ضغط نفسي ان انا والله العظيم ما كنتش عارف اقول حتى هون على نفسي في الاوقات الصعبه بتاعت التحضير. اللي هو مش عارف اقول لنفسي انا امتى هخلص، او امتى باذن الله هكسب، او امتى البطوله بتاعتي، امتى او امتى هانت. مش عارف اهون على نفسي، دي حاجه. وفي نفس الوقت مش عارف هلعب بطوله ايه، لان انا من 3 شهور لما بدات التحضير مع كابتن اسلام كامل مدربي العالمي، بحطه هنا يا بدر. كنا بنحضر لبطوله في اوروبا. البطوله دي كانت في شهر 10 برضو، او كانت كانت في كذا بطوله بنحضر لها، يعني كان في كذا، في بطولات كتير حلوه يعني في اوروبا الحمد لله. بس احنا كنا بالاخص بنحضر لبطوله في اوروبا. كانت اول 10، تمام. كانت قصدي سوري، اخر 10. وكان البطوله دي طبعا في اوروبا، فمحتاجه شنجن، محتاجه الفيزا، يعني فيزا الشنجن وكده. ومحتاجه طبعا اجراءات وورق اكتر بكتير من انت لو هتسافر اي دوله تانية. يعني لو هتسافر اي دوله اوروبيه، اكيد الناس اكيد انتوا عارفين كده، يعني ليها اوراق تانية خالص، ولها ترتيبات واجراءات تانية خالص. فكان انا محطوط في حته ان في لا لسه السفاره اصلا بتاعت البلد اللي انا هسافرها او هلعب فيها مش فاتحه، ولسه هتفتح كمان شهر او كمان شهرين. فما كنتش عارف اصلا امتى. طب انا بحضر، طب انا بدات تحضير للبطوله دي، طب انا بحضر للبطوله دي، هل انا السفاره تفتح امتى عشان اقدم ورقي وابدا اعرف بقى ان انا هلعب ولا لا؟ وفي نفس الوقت لما احضر وكده، طب انا مقدم على الشنجن وبتاع وكده، طب افرض الشنجن اترفض، خلاص كده تعب هيروح، مجهودي هيروح. ف عادي. قلت يعني ان شاء الله خير، وان شاء الله اكسر الدنيا، وان شاء الله العب البطوله دي. كنت عايز اعمل حاجه مختلفه، وكانت في بلد مختلفه وتجربه مختلفه طبعا. فكنت قلت لا انا عايز اجرب ده، وعايز ان شاء الله احضر البطوله دي. وبالفعل عادي جدا سافرت، اتبسطت مع اصحابي شويه، افصل شويه وقت التحضير. انا وكابتن هشام المرجوشي وكابتننا برضو اسلام كامل، وبدر برضو المصور بتاعنا بدر. اللي هو قلت ايه، نتبسط شويه، وفي نفس الوقت كنت مع كابتن هشام صاحبي برضو فتره البطوله بتاعته. ففي الفتره دي كنت انا، ناس كتير فاكر ان انا هلعب في دبي، او انا بحضر البطوله في دبي، لكن انا لا، انا كنت عادي جدا طالع دبي اشتغل، وفي نفس الوقت اتبسط شويه لحد ما افصل شويه من الضغط النفسي اللي كنت فيه.
وفي نفس الوقت بقى عادي مكمل في الدايت في التمرين في كل حاجه في التعديل. ولما ارجع مصر اول بقى ما ارجع مصر ساعتها كانت السفاره السفاره بتاعت البلد اللي ان شاء الله كنت العب فيها كانت فتحت عشان اقدم فيها الشنجن، اللي هي كانت فرنسا. مفيش عادي جدا رحت سفاره فرنسيه وقدمت ورقي وكل حاجه كله تمام، وكل الورق اللي المفروض مطلوب، كل المشاوير اللي المفروض تتعمل، وكل الحاجه كل حاجه حرفيا. بس وبعدها باسبوعين للاسف الشنجن اترفض، ف ما عرفتش. خلاص البطوله دي شلتها، قلت خلاص مش هعرف العب البطوله دي. وكنت في لحظه كده اللي هو مضغوط، ايه ده خلاص مش هلعب البطوله، ايه ده انا خلاص تحضيري هتضيع، ايه ده خلاص انا تعبي هيروح مش عارف ايه. فقلت خير. في بطوله في دبي ماسل شو، اللي هي زي ما قلت يوم 27 اكتوبر، النهارده 24 اكتوبر، هي فاضل عليها 3 ايام. قلت مفيش مشاكل احضر دبي ماسل شو عادي جدا، مفيش اي حاجه. والحمد لله ربنا عادي ما اردش الشنجن يطلع وما اردش ان انا العب في اوروبا، فقلت العب دبي ماسل شو. بس فحضرت كله تمام، طخ 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 كل ده. واخيرا الحمد لله تحت شويه برضه نفسيا، قلت ايه على الاقل بقيت عارف انا هلعب يوم 27 اكتوبر، على الاقل انا باذن الله فاضل كذا. هنا بقى اللي هو من فعلا الاسبوع ابتديت انزل لكم اقول لكم فاضل 10 ايام، فاضل 7 ايام، فاضل 5 ايام. كنت خلاص ان شاء الله هعلن المفروض، وانا قاعد هنا كنت المفروض هعلن النهارده حتى، والله كنت هعلن المفروض ان انا عن البطوله اللي هلعبها واسمها وفين وكل حاجه. بس للاسف دلوقتي انا بعلن ان انا مش هلعبها، لان انا طالب تمام. ولازم كان لازم من بدري قوي برضو اطلع تصريح سفر، لان انا هلعب بطوله، وللاسف ده من الضغط اللي انا كنت فيه وكل التحضير وكل حاجه. فمن بدري قوي ما كنتش، دي الحاجه اللي ما عملتهاش عشان انا في طالب واثناء الدراسه طبعا. ف دبي ماسل شو بطوله يوم، هي المفروض بكره 25 اكتوبر كنت انا ابقى في دبي عشان اقيس الطول والوزن واشترك في البطوله. وبعدها بيومين الفيزيك، فئه الفيزيك هيلعبوا اللي هو انا كنت هشارك في جونيور فيزيك لحد سن 21، والمينز فيزيك عادي جدا سن مفتوح. وكنت وده يعني ده مستواي حرفيا اللي هو كان من يومين. كنت لسه كمان في بدء مرحله تنزيل الميه، وكمان كنت زيرو كارب، ما فيش كربوهيدرات خالص، ودبلان ودبليت. ده كان مستوايا حرفيا والكونديشن بتاعي، واكيد باين كمان على وشي وانا بكلمكم دلوقتي وشي مسحوب ازاي يعني. حتى والله لحد دلوقتي الواحد ماليه نفس ان هو يفتح ولا يبوظ، ولسه لحد دلوقتي ما اكلتش اي حاجه. فالمفروض كنت بكره، المفروض النهارده كنت هعلن لكم على البطوله ان انا هلعب دبي ماسل شو، والمفروض بكره كنت ابقى في دبي اصلا باذن الله عشان اسجل واشترك في البطوله. وبعدها بقى بيومين يوم 27 اكتوبر العب الجونيور فيزيك والمنز فيزيك. وكنت حاسس ان انا باذن الله ربنا كان هيكرمني بلقب حلو، بس برضه ما حصلش نصيب، ربنا ما اردش بسبب ان انا كنت مشتت. فانا كنت محطوط في حته اصلا في ضغط نفسي كبير قوي حرفيا، عشان النهارده كان برضه من ايام سحبه الميه، واكيد باين على وشي عامل ازاي، فمش مركز خالص يعني. فانا هرتب لكم بقى، ركزوا معايا البلان او الخطه بتاعتي كانت هتبقى عامله ازاي. كنت ان شاء الله يوم 22 اكتوبر كنت المفروض اسافر من مصر لفرنسا، لان انا كنت طالع سفاره فرنسا، والشنجن كان هيجي لي من فرنسا. ومن فرنسا هلعب في دوله التشيك، تمام. التشيك لو انتوا عارفينها، التشيك دي جنب المانيا وجنب النمسا وكده. فكان ايه بقى الفكره، كنت محطوط في ضغط نفسي ان انا لازم قبل 22 اكون باذن الله يوم 22، يعني قصدي لازم يوم 22 اكون مسافر وابقى في فرنسا ماكسيمم 22 برضو بالليل او 23، عشان من فرنسا يا دوبك هبات ليله، وبعدها من فرنسا هطلع على التشيك. وفرنسا دي على فكره يمين خالص والتشيك شمال خالص، يعني ممكن بدري برضو هو هيحط لكم الماب هنا او الخريطه عامله ازاي. فكان هيبقى فيه برضو ايه مشوار، وطبعا الدنيا برد جدا، وهيبقى فتره برضو التحضير والديبريشن اللي انا فيها دي اصلا دلوقتي. والمفروض بقى هبقى لازم ابقى في التشيك يوم 24 ماكسيمم، عشان تسجيل برضو الطول والوزن يوم 25، ولعب البطوله يوم 26. وقبل بقى كمان
يوم 22 انا مش بس الشنجن ما كان لسه بقى لسه رد الشنجن ما كانش جالي، بس كان الباسبور لسه في السفاره. فانا كنت حاطط حته ان انا الباسبور معاهم. هما كده كده عشان اجراء من الاجراءات اللي انتوا لازم تبقوا عارفينها، انت بتسيب باسبورك في السفاره. لو الناس عشان برضه في ناس كتير عندي ممكن تبقاش سافرت قبل كده، وانا برضه كانت اول مره على فكره ليا ان انا اسافر، ان انا اقدم على سفر في اوروبا يعني. فكان كل ده بالنسبه لي جديد، فعايز اشرحه لكل الناس اللي مش عارفه سفر اوروبا او كده. انت طبعا تقول لي طب انت ليه مش هتسافر على تشيك على طول؟ اللي تشيك ما كانش ساعتها في سفاره ليها، سفارتها كانت لسه فاتحه. ده غير ان هي سفارتها برضه صعبه، وكان ناس كتير قالت لي لا رشحت لي سفاره فرنسا، ان فرنسا من اسهل الصعبين يعني. وغير كده هي بيطلع عليها تطوع كتير، وكنت طالع شركه سياحه برضه كمان، وكل حاجه تمام، ورقي كان كله تمام، وعامل كل حاجه بالظبط، ومترجم كل حاجه للناس يعني اللي طبعا انا عندي هنا برضه ترافلرز كتير وصناع محتوى له علاقه بالسفر هيبقوا فاهميني برضه. فكنت بقدم على سفاره فرنسا عشان فرنسا انزل، ومن فرنسا اروح على التشيك. تمام. فانا كنت بقى الفكره في ايه؟ ان انا كان لازم قبل البطوله على الاقل بيومين اكون مجهز بقى طبعا شنطتي وحواراتي ودنيتي وكل حاجه زي اي حد طبعا طبيعي هيسافر. طبعا شنطه واحد لعيب كمال اجسام بيحضرها غير شنطه واحد عادي عادي جدا. وغير بقى كمان ان انت رايح بلد ساقعه جدا، فانا كنت في تجهيزات كتير قوي وفي حاجات كتير قوي ولسه ما كنتش بدات فيها، ومحطوط تحت ضغط نفسي كبير قوي. انا برضو لحد والله العظيم من 3 4 ايام ما كنتش لسه بقى استلمت الباسبور. وانت لازم بتسيب باسبورك في سفاره الدوله اللي انت طالعها لحد هم يدوك القبول او الرفض، ساعتها بيبعتوا لك الباسبور. فانا كان اللي هو حتى لو البطوله، لو حتى لو مثلا هاخد رفض في الشنجن او موافقه، فكده كده انا هفضل لسه مستني الباسبور. فكان ممكن كنت بقعد افكر بقى اللي هو طب الباسبور لو الباسبور فضل متاخر وقعد بقى لحد بعد 22، فانا كده خلاص مش هلحق التشيك. طب خلاص العب دبي، طب العب دبي ازاي؟ اسافر بره واروح الامارات ازاي وانا برضو معيش باسبور؟ فكنت عاوز في حته ان انا محبوس، انا ولا شكلي وكنت بفكر ولا شكلي هلعب اوروبا ولا شكل اللي هو التشيك، ولا شكلي هلعب دبي. فاللي هو يا جدعان 3 شهور فلو وصلت لمرحله خلاص طب عايز اروح، طب هل انا اعرف اتواصل مع السفاره؟ هل ينفع اروح اقول لهم خلاص يا جدعان انا اسف لو هتاخروا عليا في الشنجن، هاتوا الباسبور بس على الاقل الحق اي حاجه، الحق العب دبي، الحق بس اطلع على الستيج وتعبي ما يروحش. فما كنتش عارف اعمل ايه والله العظيم. الناس القريبه مني بجد كانت هتبقى عارفه وانا كنت عامل ازاي الفتره دي، يعني تحت ضغط التمرين والدايت والتحضير والكارديو، تنزيل الميه وشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا زيت عليه كل اللي بحكيه لكم ده. الحمد لله جالي الرد قبل يوم 21 جالي الرد بالظبط. قلت بقى ايه ومزقطط واجري وبتاع، ورحت جايب الباسبور. قلت اروح ايه فتحه وبتاع. بص قالت لك خدت رفض. قلت الحمد لله ولا اي حاجه. رحت جاي على طول بادئ في ايه في ورق دبي. وكان المفروض اخر يوم ليا ان انا اسافر دبي عشان الحق دبي مصل شو اللي هو بكره او النهارده بالليل هو كده، لان كان اخر يوم لتسجيل الطول والوزن اللي بطوله دبي مصل شو يوم 25، والبطوله يوم 26 ويوم 27. وانا الجونيور كان هيلعب الجونيور فيزيك والمينز فيزيك كانوا يوم 27. فانا كان يا دوبك معيش غير ان انا اخلص الاجراءات وكل حاجه. وانا كنت مطلع كمان مع قبل بطوله دبي مصل شو باسبوع الفيزا احتياطي. قلت ايه عشان لو لا قدر الله شنجن ما اتقبلش يبقى فيزا دبي معايا، ويا دوبك بس ايه ابدا في الاجراءات العاديه اللي هي تصريح السفر وكل ده. فالمهم لما خلاص خدت الرفض على طول والله قلت الحمد لله، ما نزلتش حتى دمعه، ما اعترضتش، قلت الحمد لله والله العظيم ربنا يشهد على كلامي. ونزلت على طول جري، بدات في مشاويري، رحت على طول الجامعه، جبت ورقه قيد، جبت كل الورق بقى اللازم، ورحت بقى عشان اطلع تاشيره السفر. قالوا لي انت ايه الدراسه بدات خلاص، فانت ازاي تسافر؟ مش هينفع مالكش سفر عشان انا طالب يعني لسه يا جماعه، فلازم عشان تسافر تجيب ورقه من الاتحاد ان انت اتحاد المصري لكمال الاجسام ان انت تسافر. قلت مفيش مشاكل عادي تمام. رحت الاتحاد المصري لكمال الاجسام وكان شرف كبير ليا جدا الصراحه، وقابلت كابتن عادل فهيم وخدت خدت الورق اللازم، وطلعت بيه على اللي انا اسمه ده على وزاره الشباب والرياضه عشان اخد الاقرار التقرير الوزاري والموافقه من وزاره الشباب والرياضه عشان اقدمه للتجنيد واخد تصريح السفر واسافر العب دبي مصر شو.
بس للاسف طلع ان الموضوع ده لازم يتعمل قبل، يعني الاجراءات دي اللي هو الورق اللي انا عايز اطلعه بالاتحاد واسلمه لوزاره الشباب والرياضه، لازم الاجراءات دي كلها تتعمل قبل البطوله باسبوع. وانا كنت رايح له حرفيا النهارده الصبح، فقال لي ما فيش، قال لي ما فيش، صعب جدا، الاجراءات دي بتاخد وقت، فصعب ومستحيل، وكان لازم قبل اي بطوله، مفيش اي مشاكل، احنا نطلع لك تصريح، بس قبل اي بطوله لازم على الاقل اسبوع او 10 ايام، الاجراءات دي بتاخد وقت. فبس هي دي الموضوع. فالحمد لله ربنا ما اردش ولا العب لتشيك ولا العب دبي ماسل شو. فبس هي دي القصه يا جماعه، والحمد لله. وكسبت كسبت حاجات كتير الصراحه برضو التعديله دي. كسبت مستوى بصراحه، اول مره اوصل للمستوى ده، مستوى النشفان ده. وكسبت طبعا نضج عضلي ونضج في النشفان رهيب الحمد لله. فده على مدار السنين الجايه يبقى في تطورات رهيبه. في نفس الوقت بقول الحمد لله والله، لان انا خلاص، انا ربنا بيقول لي لا، فانا خلاص. وانا كمان على قد ما انا متضايق قوي والله العظيم، وربنا يعلم انا بجد متضايق قد ايه، على قد ما انا عارف ان فعلا ومتاكد مليون في الميه ان ربنا هيعوض تعبي ده كده كده. هيعوضه في ايه بقى؟ في صحه بقى، او فلوس، او كرم، او رزق، ايا كان ان شاء الله. انا متاكد كده كده ان ربنا هيعوضني والله. دي حاجه تانية. اكتر حاجه بجد مخلاني مرتاح والله نفسيا ان انا ولا قلت يا ريتني، يعني ما قلتش كلمه يا ريتني. ودي من اسوأ الكلمات اللي ممكن يتحط فيها بني ادم، ربنا ما يحط اي حد فيها، اللي هي كلمه يا ريتني كنت عملت كذا، او يا ريتني كنت مش عارف ايه. لا الحمد لله لقيت نفسي لما رجعت كل حاجه، انا ولا قصرت في تمرين، ولا قصرت في دايت، ولا قصرت في كارديو، ولا قصرت في فلوس ممكن اقدمها للتحضير ولا اي حاجه، ولا قصرت في مشاوير ولا ورق ولا اي حاجه، سواء للسفاره دي او للسفاره دي، سواء للدوله دي او للدوله دي، سواء للبطوله دي او سواء للبطوله دي. وكان اي حاجه كان 1% اعمله زياده عشان اعرف اخد امل في 1% زياده، سواء في البطوله دي او في البطوله دي عشان العبها، كنت بعمله. ففعلا ده اللي مخليني مرتاح. على قد ما انا متضايق قوي، على قد ما انا مرتاح وعارف ان انا ما قصرتش، ما عملتش حاجه، اعمل ايه طيب؟ ففعلا ده من هنا خلاص، دي اراده ربنا، دي اراده ربنا ومشيئته فعلا. هنا ده اللي بيبقى الاختبار، ان انت ما تبقاش بقى اللي هو اصل خلاص، انت دلوقتي تحديد الامر واقع. لقيت نفسي والله العظيم، لقيت نفسي بتخيل كده، هل انا بعد الموضوع ده، هل انا خسرت خلاص؟ ان انا خسرت البطوله خلاص، يعني انا خسرت فرصه ان انا اشارك في البطوله، سواء لتشيك او دبي ماسل شو. فانا كان كل اللي في دماغي ساعتها انا خسرت مستوى، انا عملت مستوى على الفاضي، انا ضيعت كل ده مش عارف ايه. لقيت نفسي للحظه هقع كده في حفره اكتئاب بنت لذينه والله العظيم. رسمت سيناريو كده اللي هو ايه، اللي هو خلاص بقى كده انا ايه، انا اصلا حتى ما استاهلش ان انا ابوظ، ولا استاهل ان انا اكل اكل نفسي فيه، ولا استاهل ان انا اخرج. ولو هعمل كده بقى انا اصلا كل يوم بقى اتفرج على مسلسلات، اقعد في البيت واكل اكل كتير بقى زي ما انا، واكل كل اللي كان نفسي فيه، كل اللي انا كنت محروم منه، واكل بقى زي الخنزير قد كده، وابوظ جسمي بقى خلاص عادي بقى. انا كده كده اصلا الشتاء داخل، واصلا كده كده مفيش، اصلا بقى خلاص مفيش بطوله بقى، ما خلاص براحتي يعني وبتاع. لقيت نفسي بركز ان انا ايه، انا بقى انا ساعتها انا مش عشان انا خسرت شيء اخسر كل شيء. يعني انا دلوقتي ربنا ما اردش ان انا العب ولا البطوله دي ولا البطوله دي، ولا قادر ان انا العب بطولات السنه دي خلاص. فانا قصاد ده اقوم جاي بقى، مش بس خسرت فرصتي ان انا اشارك في بطوله، لا خسرت ان انا اقوم جاي خسرت صحتي وخسرت جسمي. وبدل ما كنت احافظ على الفورمه اللي عاملها او الجسم ده واقعد اتطور عليه على مدار السنين الجايه عشان البطولات الجايه ان شاء الله او كده، لا انا هقعد ابوظ فيه واكل واقعد ازيد في الوزن وابوظ خالص، وما ركزش في شغلي، ما ركزش في دراستي، واسيب كل حاجه، واجي بقى بعد 3 4 شهور افوق مره واحده الاقي نفسي ايه ده، يا ريتني ما كنت بوظت جسمي، يا ريتني كنت حافظت على اللي باقي من جسمي، يا ريتني كنت حافظت على نشفاني، يا ريتني ما واترمي في الاخر على الكارديو وعلى المشايه كل يوم بالساعتين والثلاثه، واقعد احرق في الدهون وابدا ابني جسمي من جديد. طب ليه ما احافظ على المستوى اللي انا عملته واقعد اتطور عليه واركز في شغلي، واركز في ان انا باذن الله اعمل فلوس اكتر، وربنا باذن الله يكرمني اكتر في شغلي وفي جسمي وفي صحتي، وهيعوضني وهيعوض تعبي خير، ان انا كده كده مفيش حاجه عملتها غلط ولا في اي حاجه قصرت فيها. بس فلقيت نفسي قدام سيناريوهين، يا اما هقع في حفره الاكتئاب دي واسيب نفسي ليها واخسر كل حاجه حرفيا عشان حاجه واحده بس، يا اما لا انا خسران حاجه واحده بس، ودي مش بايدي، دي بايد ربنا، وحرفيا قصادها انا حرفيا بتطور في كل حاجه في حياتي عادي جدا. وعادي ايه يعني الحاجه دي عادي، انا كان ممكن لا قدر الله اخسر حاجات تانية اكبر بكتير في حياتي يعني من بطوله،
ممكن اخسر حد بحبه، كان ممكن اخسر فلوس كتيره قوي في حاجه انا كان نفسي اعملها، كان ممكن اكون عامل مشروع برقم معين وكله يروح، كان ممكن اي حاجه تحصل، كان ممكن يحصل مصايب كوارث. كان لو كنت جيت قارنتني دي باللي انا فيه دلوقتي كنت اقول ايه ده، لا يا عم ده اللي انا فيه احسن. فانا فعلا كل اللي انت ممكن تقوله كبني ادم قول الحمد لله. وفعلا اوعى تسلم نفسك لدماغك قوي ولا لشيطانك، لان هنا فعلا الشيطان بيجي. انا اول ما لقيت نفسي كده لا بجد والله الشيطان بجد كان هيركبني يعني. والله لقيت نفسي لا تجي والله هديت كده طب انا بقى لازم احسب كده، والله العظيم والله العظيم حسبت كل حاجه زي ما انا حكيتها كده في فيديو في دماغي. قمت على طول والله اتوضيت وصليت ركعتين وايه وهديت كده، قلت ايه لا انا هعمل كذا 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 وخير، لو هعمل كذا كذا يبقى خير وايه ان شاء الله ربنا هيكرمني وخلاص والحمد لله وبس. يا رب تكونوا يعني استفدتوا اي حاجه من اللي انا قلته النهارده. والله كل الكلام ده طالع من القلب من غير ولا منتجه ولا قصقصه اي حاجه، يبقى بس حاجات خفيفه كده في النص عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم. وحبيت ان انا طبعا اشارككم الموضوع ده عشان ما تبقوش يعني انت ايه يعني فاضل كام يوم على البطوله، ايه البطوله اللي هتلعبها وايه فاضل ايه انت سايبنا كده يعني. وحبيت كمان اشارككم اللحظه الانفصاميه او اللحظه اللي ممكن اللي تحط فيها اي بني ادم مننا عادي سواء كبير صغير او ايا كان، ولو ساب نفسه فيها ممكن ايه اللي يحصل او ازاي يتعامل معاها. وبس كل اللي نقوله الحمد لله. ويا ريت تدعوا لي في الوقت بقى الجاي وفي الفترات الجايه، وان شاء الله ربنا يعوض تعبي خير. السلام عليكم.